السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم In The Goal. اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. المهم اليوم راح نتكلم على المنتخب الجزائري وراح نتواصلوا ونهضروا بيناتنا على المنتخب الوطني الجزائري ومخلفات ما بعد كأس إفريقيا بالمغرب. المهم راح نرجع لكم الواحد، نرجع شوية لورا في الذاكرة في وقت رابح سعدان عندما خسرنا ب4-0 ضد مصر. حينها وبعد السنوات مرت، وعلى ذلك على تلك الخسارة ضد المنتخب المصري كان الصحفي الجزائري حينها تكلم مع رابح سعدان وسأله عن سبب الخسارة والتواطؤ في هذه المباراة. واش قال له رابح سعدان؟ هو الصحفي قال له ما كانتش الخسارة على أرضية الملعب، قال له أنه الخسارة كانت فيها أمور وخفايا لا يعلمها المشاهد، لا يعلمها المشاهدون وأنصار المنتخب الجزائري. في هذا السياق رد رابح سعدان، استمعوا لما قال. نتيجة 4-0 100% 100% وتنتهي لها. رابح سعدان رد عليه قول لي. وقال انه يعني المباراة كما راكم تشوفوا انه فيها كولسة فيها، وما حبش يجاوب ويقول انه اللي حكموا الاتحادية انذاك ما حبش يذكر بالاسماء، ومنها تسمى الجواب تاعو كان جواب يعني فيه نوع من اللبس ونوع من التغطية، كان كما نقولوا جواب بطريقة ذكية. رابح سعدان الذي افرح الجزائريين في سنوات 2010. المهم الله يذكره بالخير. نرجع لمباراة ما بعد مباريات نيجيريا، نرجعوا الماتش اللي خلص تاع نيجيريا. كما شفتوا المنتخب الجزائري دخل للمباراة رجع اعطى كل الافضلية لنيجيريا. اول مرة نشاهد المنتخب الجزائري يلعب بتلك الطريقة، سبحان الله، كانهم بغاوش يلعبوا. انا كي رجعت للمباريات الماضيه وذكرتكم في الفيديوهات الماضيه انه كل المنتخبات الضعيفه اللي قابلت نيجيريا سدت على المرمى، تيرات تيور شوت على المرمى، 4 شوت، 3 شوت، 5 شوت، 5 تسديدات. الجزائر 0 تسديده وزوج تسديدات خارج الاطار. هذا يعني مبين باللي يعني شفتوا واش صرا، يعني واش صرا، واش ما حبوش يقابلوا المنتخب المغربي. هذه جات من الفوق كما نقولوا، ما همش حابين يقابلوا المنتخب المغربي، فيها امور اخرى لا يعلمها كما نقولوا لا يعلمها الا الله. واللي هذا كما الحكم السنغالي اللي تواطأ في هذا المباراة وصافح اللاعبين تاع نيجيريا وكان ودود معهم في لقطة بركان لاعب الوكرة القطري. بركان ما حبش يصافح، او الحكم النيجيري ما حبش يصافح بركان، وراح مباشرة في لقطة استفزازية استفز بها اللاعبين الجزائريين، كأنه ما نحبش نصافحكم ونصافح اللاعبين تاع نيجيريا. هذا أمر يعني غاية في يعني في الوقاحة، وغاية في يعني في عدم الاحترافية. وحتى كأس إفريقيا سبحان الله بدأت ومنذ زمان، يعني الآن كل شيء على المكشوف، فقدت مصداقيتها تماما. كل شيء بان كما يقولوا بكرة بيذوب الثلج ويبان المرج كما يقولوا السوارة. قد ذاب الثلج وظهر العشب فوق، ظهرت كل الألاعيب مباشرة علنية. كل العالم يشاهد هذه المهزلة. بالله عليكم، في الدوريات الأوروبية يلعبون بنزاهة، في أعرق المسابقات الأوروبية الويفا شامبيونز ليج كل شيء منظم، كل شيء الفائز والقوي في المباراة يفوز، الذي يقدم مباراة متوسطة يخسر. لكن المنتخب الجزائري كما نقولوا تجنب المنتخب المغربي الشقيق، أنا نقول الشقيق لأنهم يبقوا إخوتكم، وهذه كلها أمور مدبرة من الخارج، لذلك الفاهم يفهمها. كما نقولوا يبقوا هذه الأمورات يعني فيها عمق كبير جدا، يضربوا الرياضة بالدين بكذا بكذا. المهم انتم راكم تفهموا عليا بلا ما نقول لكم. تجنبنا المنتخب المغربي باش ما يصراوش مشاكل كبار ونعاودوا السيناريو تاع مصر. المهم تحية لكل المصريين اللي بالمناسبة
المنتخب المصري راح يقابل المنتخب السنغالي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في هذه المباراة غدا الأربعاء إن شاء الله. مباريات المربع الذهبي، المغرب نيجيريا. على فكرة نعطي لكم أنه الحكم السنغالي راهو ما خدمش نيجيريا، راهو خدم لطرف آخر في هذا البطولة. راهي جاية دارتكم يا نيجيريا، راهي جاية دارتكم في هذا المهزلة أو في هذه لاكوب دافريك، راهي جاية دارتكم وراح تشربوا من الكأس اللي شربت منه الجزائر. المهم المغرب لو أكملت على هذا المنوال في أمور راكم تعرفوا راح تفوز بالبطولة وراح تكون عندها البطولة الثانية. المنتخب المغربي ما يحتاجش لهذه الأمور. المنتخب المغربي يملك لاعبين على أعلى طراز. السيباري لاعب ايندهوفن، ابراهيم دياز لاعب الريال مدريد، كذلك نصير المزراوي يلعب على الطرفين سبحان الله، عنده خفه لاعب مانشستر يونايتد، اشرف حكيمي، ياسين بونو عفوا، وغيرهم الكثير لاعبين كبار، الزلزولي كذا وكذا. عندهم لاعبين محترفين في اصقاع اوروبا حتى اكثر من الجزائريين نفسهم. السيباري شاهدت مباراته في دوري ابطال اوروبا ضد ليفربول، راوغ فان دايك، تخيلوا معي هو الذي راوغ فان دايك بلقطه واحد ضد واحد في هجمه مرتده. راوغ فان دايك اللي يصعب مراوغته. فان دايك يعني انا اعطيت لكم مثال بالسيباري فقط، وما بالكم مع ابراهيم دياز يلعب بشكل جيد. المهم لا علينا، المنتخب الجزائري لديه استحقاقات قادمه، لازم الجماهير يلتفوا حول المنتخب الجزائري ويأزروه في السراء والضراء.